يعني ايه بروتوكولات شحن العربيات الكهرباء وانواعها والفرق ما بينها؟ بروتوكول شحن العربيات الكهرباء يعني البلاج او الطريقه اللي بتتشحن بيها العربيه، بالرغم من ان الهدف الاساسي ليها شحن العربيه الا ان كل نوع مختلف تماما عن التاني. على سبيل المثال مختلفه في نوع الموصلات وجهد التيار الكهرباء وطريقه نقل البيانات. وفي المنطقه اللي احنا فيها في 3 انواع بروتوكولات اساسيه: الامريكي تايب 1 وده طبعا منتشر في امريكا الشماليه في المناطق اللي حواليه، الاوروبي تايب 2 ده شبه البروتوكول الامريكي تايب 1 ولكن في بينهم اختلافات بسيطه، وطبعا من اسمه منتشر في اوروبا. الصيني جي بي تي ده مختلف جدا عن البروتوكول الامريكي والبروتوكول الاوروبي ومنتشر جدا بين شركات العربيات الصينيه. السؤال هنا ليه كل البروتوكولات دي وايه الاختلافات بالظبط ما بينها؟ الفكره كلها ان كل منطقه وتطورت في جزئيه صناعه العربيات الكهرباء مع نفسها، وطبعا كل شركه عربيات وليها خطط وفكر خاص بيها. لكن في كلام ظهر مؤخرا ان شركات العربيات هتوحد بروتوكولات شحن العربيات الكهرباء على بروتوكول واحد، ولكن الموضوع ده هياخد وقت شويه. بعد كل ده اهم حاجه لازم تتاكد منها قبل ما تشتري عربيه كهرباء ان هي البروتوكول الخاص بيها متوافق مع نقط الشحن اللي موجوده في بلدك، لان غير كده هتضطر تشتري ادابتر والموضوع مش هيبقى افضل حاجه. ولو حتى رايح مشوار طويل لازم تتاكد ان نقط الشحن اللي هتقابلها متوافقه مع بروتوكول الشحن الخاص بعربيتك. ادخل دلوقتي على سيكشن العربيات الكهرباء على ابلكيشن كونتاكت كارز. عربيات كهرباء يعني كونتاكت كارز.